السلام عليكم. ايه رأيكم النهارده نعمل طبق قرنبيط سخن كده في البرد ده؟ طبعا الجو يستاهل حاجة سخنة. طبعا انا اول ما يجي الشتاء اقول للقرنبيط كل سنة وانت طيب. القرنبيط ده والكرنب اكلة الشتاء. النهارده برد وفكرنا نعمل قرنبيط. انا بسلق القرنبيط، بحط له شويه نعناع وشويه كمون عشان الانتفاخ بتاع القرنبيط، والنعناع ما بيغيرش لونه ولا اي حاجه. انا طبعا بخلي الورده بوردتها علشان لما يستوي ما يتهريش ويتفصص منك، وبعدين بطلعه وبحطه في ميه ساقعه عشان ما يرجعش يعيد سواه من اول وجديد. بصوا لونه عامل ازاي، ولا النعناع غيره ولا الكمون غيره. لما تحطش ميه ساقعه هينزل فيه النعناع والكمون وكله. انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل البيض، بحط عليه فلفل اسود وبهارات وملح وكمون وحبة فلفل وحبة كزبرة صغيرين، وبرجهم الاول حلو قوي. بدوب كله مع البيض الاول. ملح، بهار، فلفل اسود، حبة كزبرة ناشفة، وبعدين بحط كوباية مية وشوية بقدونس، وبعدين 3 معالق دقيق، ونحتاج تاني حسب حجم الكرنبايه. طبعا احنا بنعمل على قد ما بناكل، بس لان هي القرنبيطه ما تتاكلش لو هي سخنه، لما بتقعد طبعا بتطرى. بدوبها حلو قوي بحيث ان ما يبقاش فيها كلاكيع ولا حاجه، وبعدين احط فصين توم كده حلوين يعملوا لها ريحه وانتي بتقليه. طبعا انا احتجت معلقه دقيق تاني حطيتها طبعا عشان لقيتها خفيفه شويه. وطبعا الزيت لازم يكون غزير، واحسن حاجه انك تقليه في حله، ما تقليهوش في طاسه. طبعا الزيت غالي، والزيت دوت طبعا انا بصفيه وبروقه وبنستخدمه تاني، نستخدمه للبطاطس، نستخدمه للبتنجان، لطعميه. طبعا الحاجه بقت غاليه بطريقه فظيعه، وما يستحملش ان احنا بعد كل قليه نرمي زيت. طبعا انا بعد ما بشمعه بغزغزه بالشوكه علشان السوا يخش جوه القرنبيطايه، والزيت يخش جوه القرنبيطايه. يعني هو اول ما يتشمع معايا كده ببتدي اغزغزه او بشكشكه بالشوكه. الزيت يخش جوه القرنبيطايه يخليها مستويه من جوه ومن بره، وتبقى متحمره من جوه زي بره. بصوا بتبقوا ناشفه ازاي وشكلها، بص تبقوا ناشفه ازاي. ولو مش الاحفاد هنا والاولاد هنا انا كنت سمعتكم صوت القرنبيط وهو ناشف ازاي. طبعا ده من الزيت الغزير ومن الغزغزه اللي انا بغزغزها بالشوكه. طبعا بيخش جوه الزيت فبيسويها من بره زي جوه، ولا بحط نشا ولا بحط اي حاجه. انا طبعا الاحفاد هنا والاحفاد لو مش هنا كنت سمعتكم صوت القرمشه بتاعت القرنبيط نفسه. منظر يجوع.